هل الشتيمة ليها فوائد نفسية؟ في دراسات كتير كده محدش بيتكلم عنها لقت حاجة غريبة جدا، وهي إن الشخص المؤدب بيحس بالألم أكتر من الشخص اللي بيشتم. إيه يا عم الكلام ده؟ في باحث اسمه ريتشارد ستيفنز عمل تجربة تحدي التلج، خلى ناس يحطوا ايديهم في مية متلجة لأطول فترة ممكنة، وقال لبعضهم يقولوا كلمات عادية مؤدبة، وسمح للمجموعة التانية انهم يشتموا بألفاظ قبيحة، فلقى ان الناس اللي شتموا قدروا يستحملوا الألم فترة أطول من الناس اللي ما شتموش. طب ايه تفسير الموضوع ده؟ الشتيمة خصوصا لو كانت تابو أو فيها تجاوز بتثير الجهاز العصبي وبتخفف الإحساس بالألم، وكأنك بتصد العدوان اللي حصل عليك بعنف، وده بيعمل تنفيس وكأنه مسكن مؤقت للألم. لما بتشتم الحاجة اللي بتؤلمك فانت بتهينها بشكل رمزي، فالألم يبقى مهزأ في عقلك اللاواعي فتقدر تتجاوزه. يعني لما تهين الألم في عقلك اللاواعي فانت بتقل منه، حرفيا بتقلل من احساسك بالالم. وطبعا انا بقول الدراسه دي للفضول العلمي، مش عشان تقفل الفيديو وتروح تشتم الناس، خصوصا ان الدراسه دي لقت ان الناس اللي بتشتم كتير ومتعوده على الشتيمه تاثير الموضوع ده بيقل ومش بيبقى مفيد خالص، لانها بتبقى كلمات عاديه على لسانهم ملهاش تاثير. فايه رايك في الكلام ده؟ لو عايزين نبقى مؤدبين، ايه البديل اللي يحقق لنا الفوائد النفسيه دي غير الشتيمه؟